السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه اجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله جايه لكم في فيديو جديد. هنعمل مع بعض كفتة الفراخ. طبعا لذيذة جدا وطعمها جميل تحفة وكلنا بنحبها. معانا المقادير بتاعتنا هي. اللهم صل على النبي. معانا دي بانيه. دي نص كيلو بانيه. طبعا لو عندك صدر فرخة برضك هنشتغل بيها عادي برضه، ولو في وراك برضك هنشتغل بيها برضه. تمام. دي نص كيلو اهوت اللي هو البانيه. هنقطعه كده بقى ايه ونحطه في الكب عشان نفرمه زي ما انتم شايفين كده. اه يا حبايبي. طبعا هنقطع كده البانيه مع بعض وهنفرمه اهو. طبعا كده احنا بنفرمه مع بعض اهو. طبعا معانا بالظبط بصلتين، ودي فلفل، وفصين توم. البهارات بتاعتنا هي طبعا، ودي بقدونس. تمام كده. فرمنا بقى ايه الفلفل والفراخ بتاعتنا والبقدونس برضو كهو. البهارات بتاعتنا بصل بودر، توم بودر، بابريكا، كمون، فلفل اسمر، ملح. طبعا ملح خفيف. طبعا عشان تبقى النفشه كده وتبقى حلوه هنحط طبعا ايه معلقه كبيره بيكنج باودر. وهنحط كمان بيضايه واحده بس. اهو تمام كده اهو. البهارات بتاعتنا هي، وبهارات فراخ برضو هنحط بهارات فراخ. طبعا معانا دي بقسماط. معانا حوالي ربع كوبايه بقسماط. طبعا بقى ايه هنعجن كل المكونات دي مع بعضنا كده اهي زي ما انتم شايفين. هي سهله وبسيطه جدا ولا الطعم بقى، يعني الطعم بتاعها تحفه بصراحه، جميله جدا. جربوها على طريقته وهي هتعجبكم ان شاء الله. تمام كده. تعجنها عجنه كويسه كده حلوه، وتسيبيها بقى ايه في التتبيله دي ساعه او ساعتين كده على رف التلاجة لحد ما تتشمع كده وتشرب من التتبيله بتاعتها. تمام. هنحط بس ايه يعني حوالي معلقتين زيت كده عشان ايه تفكي معانا يعني وكده تبقى حلوه، تلزقش في ايدينا اهو زي ما انتم شايفين كده. هنسيبها بقى خالص لحد لما يعني تشرب من التتبيله حوالي ساعه او ساعتين. طبعا معايا ده كيلو رز بسمتي، هنعمل مع بعض برضو الرز البسمتي اهو. آه، طبعا انا طلعتها دلوقتي من التلاجة، وطبعا احنا هنصبحها بقى. هتشكليها زي ما انت عايزة، تعمليها بقى ايه صوابع، تعمليها كور، تعمليها بصي اللي انت حابه اعمليه. هي بتتشكل معاكي بطريقة سهلة وبسيطة جدا. تمام كده زي ما انتم شايفين. طبعا معانا ايه معلقتين زيت بس يا دوبك تبلي ايديكي كده زيت عشان ما تلزقش في ايديكي اهو زي ما انتم شايفين كده. واللي وصل معايا لحد هنا ما ينساش اللايك والشير ويفعل زر الجرس عشان يوصل له كله جديد. ومعليش بقى لو انا كنت اتاخرت عليكم الايام اللي فاتت ده بالفيديوهات بتاعتي. كان عندي والله الخط الارضي كان فاصل عندنا في المنطقه يعني وكده، وما كنتش عارفه حتى ان انا يعني افتح نت ولا اي حاجه خالص والله. بعتذر جدا جدا، يعني عارفه اللي انتوا بتستنوا الفيديوهات بتاعتي. حبايبي زي ما انتم شايفين النص كيلو والبانيه مع الاضافات بقى البصل والفلفل والخضره والحاجه دي كلها عملت لنا كميه حلوه. يعني ممكن ما تحمريش ده كله، ممكن تشيلي تفرزي منه كمان في الفريزر يعني ممكن تشيلي منه. تمام كده والله. بصوا طعمها كانت جميله جدا اهو زي ما انتم شايفين كده. طبعا انا هعمل نص الكميه مش هحط عليها جبن، والنص التاني اهو بصوا انا قسمت نص ال
الكفته حطيت عليها جبنه. دي جبنه اللي هي الجبنه اللي هي الشيدر بقى ورومي، وجبنه ميكس كده على بعضها. كانت طعمها تحفه، بجد كانت تحفه. الكفته في قلب منها الجبنه كانت بتتمط كده ولا طعمها لذيذ جدا. يعني انا عملت النص ده من غير جبنه، والنص ده ان شاء الله هنعمله بجبنه. جربوها كده بطريقتي كده هتعجبكم قوي. الجبنه كانت مخلياها طعمها تحفه. بصوا حتى الكفتيه اللي هي بتبقى فاتحه شويه دي اللي فيها جبنه، اللي هي غامقه سنه دي اللي ما فيهاش جبنه. حتى هي باينه قدامكم. زي ما انتم شايفين كده طلعت لنا كميه حلوه جدا. ما شاء الله. يعني اهي دي كانت كل دي النص كيلو البانيه. او انت لو عندك صدر فرخه برضو تشتغلي بيه عادي. مفيش صدور خالص ممكن تعملي باللي وراك الفراخ. تمام كده. طبعا احنا بقى ايه، واحنا بقى عند البوتاجاز كده هنعمل مع بعض ايه، رز البسمتي. انا قطعت بصلتين متوسطين تقطيع خفيف كده، صغير. يعني مش عاملاه في الكبه ولا على المبشره، عاملاه على ايديا زي ما انتم شايفين. بصوا دخلت كده اهوت عشان اوريكم البصله زي ما انتم شايفين. وطبعا دي البهارات بتاعه الرز البسمتي بتاعنا. تمام كده. البصله مش هنحمرها، احنا هنديها لون، يعني لون اصفر خفيف كده. يعني زي ما انتم شايفين كده اهو. طبعا بقى البهارات بتاعتنا بقى الكيري والكركم واللي هو لو في قرفه اللي هي العيدان الخشب ديت، بس بصراحه هي ما كانتش عندي. حطيت قرفه اللي هي القرفه السايبه اللي هي بودر. تمام. وليمون مجفف بقى وورق لوري كده يعني، وملح وشويه فلفل اسمر. تمام. زي ما انتم شايفين كده. اول بس ما تشمي ريحه البهارات، تبداي بقى ايه تنزلي بالرز. تكوني طبعا الرز انت ايه، غسلاه. طبعا دي رز بسمتي، كوبايه الرز عليها كوبايتين ميه. دي مش رز الابيض بتاعنا، هو رز البسمتي. لو انت مش نقعاه بياخد كل كوبايه رز عليها كوبايتين ميه. يعني كوبايه الرز عليها كوبايتين ميه لو انت غاسله وشغاله بيه على طول. زي ما انتم شايفين كده. طبعا هنفضل بقى ايه نشوح فيه كده اهو. ريحته بصراحة جميلة جدا جدا، والبهارات بتاعته كانت ريحتها جميلة. اول ما تشمي ريحة البهارات مع البصل مع التوابل والحاجة كلها ريحتها تطلع، تنزلي زي ما انتم شايفين كده بالرز بتاعه. تمام كده. نزلنا اهوت بالمية بتاعتنا. زي ما انتم شايفين كده. وجبنا مع بعض بقى ايه كده الطاسة هنحط فيها الزيت عشان نحمر الكفتة بتاعتنا الجميلة اللذيذة. حاجة كده بجد جميلة جدا، طعمة ومفيدة وصحية جدا. آه، طبعا ده الرز البسمتي بتاعنا هو استوى كده. زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله، مفلفل كده ولا معجن ولا اي حاجة. زي ما انتم شايفين كده اهو. اول ما الزيت يسخن ننزل بالكفتة بتاعتنا على طول. ما تنسونيش بقى بدعوة حلوة كده اللي وصل معايا لحد هنا. يدعي لي دعوة حلوة كده ان ربنا يشفيني ويحوش عني يا رب. ويتم شفاي على خير ويشفي كل مريض يا رب. طبعا دي معانا بقدونس. طبعا انا غسلت البقدونس طبعا وقطعتها زي ما انتم شايفين كده على البلانشة. الزيت معانا سخن اهوت، وهننزل بالكفتة.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه اجمعين. زي ما انتم شايفين كده. جربوا الفراخ اللي هي محطوط فيها جبن دي يا جماعه. بجد جميله جدا جدا جدا، طعمها لذيذه. جربوها كده واكتبوا لي في الكومنتات. زي ما انتم شايفين كده. اهي طبعا تاخد اللون من تحت وتبداي تقلبي بقى على طول. طلعي بقى ايه على مناديل المطبخ على طول كده. زي ما انتم شايفين كده. تمام كده، وايديكي فيها بقى علشان ايه ما تحمرش وتبوظ منك، عشان هي دي فيها جبنة بتحمر، وفيها بيض برضو بيحمر بسرعة. اهو، وهي اصلا كفتة الفراخ ما بتاخدش سوا. تمام كده زي ما انتم شايفين كده اهوت. كده احنا خلصنا الكفتة بتاعتنا هي. طبعا الكمية ديت لو كتيرة طبعا نشيلي منها في الفريزر. تمام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللي وصل معايا لحد هنا يا حبايبي ما ينسوش الدعوة الحلوة بتاعتكم والكومنتات الجميلة بتاعتكم، وتحطوا بقى اللايك بقى والشير وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد مني. اي فيديو انزله يوصل لكم ان شاء الله باذن الله. واكون كده يعني إيه ضيفة خفيفة كده عليكم يعني. الفيديوهات بتاعتي تعجبكم. طبعا دي البخار. الرز بتاعنا اهوت تمام كده. او كده احنا خلصنا الكفتة بتاعتنا كلها، او زي ما انتم شايفين. وطبعا احنا غرفنا الكفتة وغرفنا الرز بتاعنا. وعملنا طبعا طبق سلطة، ومعانا الشويبسي بتاعنا اهوت. تمام كده اهو. ده كان غدانا النهارده يا حبايبي. لو الفيديو بتاعنا عجبكم ما تنسوش اللايك والشير، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ودي كان معانا الزيتون والليمون، انا كنت عاملاه من السنه اللي فاتت، والطريقه على القناه على فكره لو انتوا عايزين تشوفوه. طعمه تحفه بجد. هنا النهارده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.